السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا كويسين وبخير وبأحسن صحة وبأحسن حال. يا رب كده يملأ ايامكم كلها بالخير والصحة والبركة، ويوفقكم ويرزقكم الرزق الواسع، ويبارك لكم في صحتكم واعماركم. اللهم امين يا رب العالمين. ان شاء الله احنا النهارده مع بعض في قناه اوريجينال للاكسسوارات. هقدم لكم كده كوليه دورين، اتمنى او سلسله دورين. اتمنى ان الموديل بتاعي النهارده يعجبكم. بس لو عجبكم ما تنسوش لايك من ايديكم الحلوه، ودعوه حلوه كده من قلوبكم تفرحونا بيها. ولو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناه واول مره تشوفونا، ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. في البدايه بقى يلا بقى بينا كده عشان ما نطولش عليكم. هنسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجة هنقول الخامات بتاعتنا. احنا النهاردة ان شاء الله هنحتاج خيط زي ده كده، ده خيط حظاظات اللون الابيض. وهنحتاج واير كده، ده الواير بتاعنا. طبعا الواير مقاسه ثابت عشان بس كذا مرة اتسأل واير مقاسه ايه. الواير مقاسه واحد، واير مقاسه ما بيتغيرش، هو واحد في السوق كله. ولاعة زي دي، يعني اي ولاعة عندك. الزرادية بتاعتي المبططة، والزرادية ام كيرف بتاعتي، ومقص طبعا عشان واير وخيط فلازم يبقى معانا مقص، وخرز ستال هيماتايت كده مقاس 4، وسلسلة ألمونيوم بردك ذهبي قطعة كده قد حوالي 6 سنتي، وخرز تفسيرة اللون البنك. الموديل بتاعي النهاردة هعمله باللون البنك كده زي ما انتوا شايفين. وهحتاج رابر مقاس 6 بردك اللون البنك اهو، وصدف زي ده كده او وضع زي ده. تمام اهو الوضع بتاعنا كده، ده ظهره وشه اهو. حلقة سلسلة ألمونيوم عشان انا مش عايزة الموديل بتاعي محاول على قد ما اقدر الخامات اللي معايا لونها ما يكونش بيغير، فالموثوق فيها الألمونيوم والستانلس والحاجات دي. سلسلة كده، حلقة سلسلة ألمونيوم زي دي كده اهي، اللون اللي هو الذهبي. وهنحتاج زرد استانلس كده بردك زي ما قلت لكم. انا عايزه حاجات ما تغيرش اللون على قد ما اقدر اهو. زرد استانلس مقاس 6، وقفل استانلس بردك، قفل استانلس. وهنحتاج كفر وستوبر اهو. هنحتاج كفر ستوبر وستوبر اهو. تمام يلا نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدأ بقى في الموديل بتاعنا. اول حاجة انا هاخد من الخيط، انا قصاه طبعا واخدة يعني متر و30 سنتي. انا واخدة زيادة على اساس برضك يبقى معايا الشغل مرتاح، ما اقعدش اشتغل وفي النص ابص الاقي نفسي مثلا احتجت خيط زيادة فاعطل نفسي وارجع اعيد الموديل. فانا بقص بالزيادة يبقى احسن معايا. خلاص هجيب اول حاجة الخيط بتاعي كده، وهجيب حلقة السلسلة بتاعتي دي كده اهو. اول حاجة هعملها ايه؟ هلسع الخيط بتاعي بالولاعة كده. بصوا وانا بلسعه هسحبهم الاتنين مع بعض عشان انا عايزة ارفعهم. بسحبهم كده اهو عشان انا عايزاهم رفيعين. نحاول نشعره يعني ايه، نسحبه كده نرفعه قوي بحيث ان هو يدخل في الخرز بتاعنا بكل سهولة. هنجيب الخرزة بتاعتنا كده والخيط بتاعنا كده بعد ما رفعناها وندخله فيها كده. طبعا حاولي ترفعي الخيط على قد ما تقدري عشان تقدري تدخليه جوه الخرزة اهو كده، ونسحبها كده خلاص، وننزل بيها كده. تمام كده. هنعمل ايه بعد كده؟ هروح جايبة الصدفة بتاعتي الناحية العريضة اهو كده، وهدخل فيها كده بناحية واحدة، هدخل بيها كده من تحت اهو. خلاص
هخلي الناحية العريضة الصدفة بتاعتي كده، وهنخلي ناحية خيط فوق، ناحية خيط فوق كده. تمام، احنا شادين الخرزة بتاعتنا كده اهو في السلسلة، ودخلنا الخيط زي ما قلنا من تحت فردة واحدة، وهنجيب الخيط فردة كده هتبقى فوق، وفردة كده اللي هي دخلت من تحت دي كده. خلاص، هنعمل ايه بقى؟ هروح نازلة بالفردة اللي هي التانية دي كده اهو، يعني انا طلعت فردة من تحت. خلاص، هاجي بالفردة التانية في الخيط وهروح نازلة بيها كده. خلاص كده اهو بالمنظر بتاعنا ده كده. خلاص، هنجيب بقى كده وهروح بردك واخده الخيط بتاعي كده مع بعض، وهدخل خرزة تاني. خلاص تمام، هنجيب الخيط بتاعنا كده وهندخل خرزة تانية المطايد بتاعتنا بردك. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهو كده، وهندخلها ونسحب الخيط بالراحة كده، بالراحة هيدخل معاك الخيط وتسحبيه بكل سهولة اهو. اهو كده. خلاص تمام كده اهو. هعمل ايه؟ هجيب بردك صدفة تاني وهدخل فردة، هجيب كده الصدفة بتاعتي وهدخل واحدة خيط من تحت كده اهو، اهي كده هي من تحت كده وهدخلها كده. خلاص، والعريضة هي اللي هي هخليها في الموديل قدامي كده اهي. خلاص اهي. وفي فردة تاني، يعني الفردة انا دخلت فردة من تحت، والتانية اللي هي فوق اهي كده هروح مدخلاها ومنزلاها تحت كده معايا اهي. بقت بالمنظر ده كده. خلاص، نعمل واحدة تانية مع بعض بردك عشان يعني حبايبي بردك اللي مش واخدين بالهم اهو. هنجيب بردك الخيط كده مع بعض كده. لو حسيتوه بردك الخيط معاكس معاكوا في الخرزة رفعوه شوية تاني، شعروه زيادة. كل ما هتشعريه معاكي ارفع هيدخل معاكي في الخرزة، لان خرز الهيماتايد بيبقى رفيع. طبعا لو انت عاملة الموديل ده بخرز سي سي بي، الخرز السي سي بي بيبقى فتحاته اوسع شوية مش هيضايقك كده. بس زي ما انا بقولك، انا الموديل ده انا عايزاه يكون ما بيغيرش لون، يكون قيم عالي شوية. هندخل الخيط بتاعنا كده ونسحبه بسم الله الرحمن الرحيم بكل سهولة اهو. اتسحب معانا في الخرزة. عشان ايه؟ عشان بصوا انا مرفعاه ازاي، بصوا مرفعاه جدا. وكل ما تمسكيهم مع بعض كده وتلسعيهم بالولاعة تسحبيهم الاتنين مع بعض كده يرفع معاكي زيادة. خلاص اهو بقت بالمنظر بتاعنا ده كده. طبعا وانت بتظبطي شغلك وانت شغالة كده تخلي شغلك زي الفل اهو. هجيب بردك الخيط بتاعه اهو كده. على فكرة يعني اي فردة فيهم، مش شرط فردة فيهم اللي تدخل من تحت وفردة عادي، اي فردة يبقى اهم حاجة احنا عايزين الصدف بتاعنا كله يبقى الناحية العريضة هي اللي عند الخرزة كده اهو. خلاص، والفردة التانية اهي، الفردة التانية اهي كده، والفردة التانية اهي فوق اهي. خلاص، الفردة التانية اهي واحدة سحبتها من تحت طلعت فوق، واللي فوق اهي هسحبها وهنزلها من تحت. خلاص كده هنكمل بقى، هكمل الموديل بنفس الطريقة لحد ما هعمل قد ايه، هعمل 20 سنتي. هعمل انا عايزة بصوا الموديل ده يبقى 40 سنتي، فانا هشوف الحلقة دي واخدة مني قد ايه، لان هي هتاخد من مقاس يعني 2 سنتي. انا هعمل كده حوالي من الشغل ده كده، هعمله واقيس ان انا يبقى معايا ده كله 20 سنتي. خلاص
يعني انا هعمل الشغل ده يبقى 20 سنتي، عشان انا عايزة هعمل الموديل ده 40 سنتي، بس في شغل لسه الناحية التانية. فانا هشتغل شوية هنا كده وهوريكم كده. بصوا بقى كده بعد ما خلصناه بالمنظر بتاعنا ده كده اهو. بصوا قد ايه اهي، زي ما انا قلت لكم انا عايزاها 20 سنتي. تمام اهي. خلاص هنعمل ايه بقى؟ هنجيب طبعا اهو. بصوا بقى معانا خيط كتير تمام، مش فارق معايا، بس انا كنت عايزة لازم يبقى الشغل في ايدي يفيد خيط احسن ما يعجز معاكي وترجعي تعيدي كل اللي انت بتعمليه. خلاص هجيب كده الخيط بتاعي، انا شعرته زي ما انتوا شفتوا على قد ما اقدر. هجيب الستوبر بتاعي الكفر بتاعي اهو وهدخله فيه. لو برضك عاكس معاكي هترفعيه زيادة، كل ما اي حاجة طول ما انت شغالة لو عاكس معاكي رفعيه زيادة. خلاص يعني مثلا اهو طبعا انا مش هحتاجه تاني، فانا هخلي الاتنين بقى مع بعض كده وهرفعهم واسحبهم سوا عشان ادخلهم بسهولة في الكفر وفي الستوبر. فهمتوا قصدي ايه؟ يعني انا هخلي الاتنين لازقين كأنهم لازقين في بعض. ما شاء الله الولاعة شكلها فضيت وهي بنشتغل. احنا بندي الخيط زيادة زي ما قلنا، عشان يعني بصوا مثلا احنا بنلسع اهو دلوقتي الخيط عاكس معاكي، هتقعدي تلسعي هيقل الخيط. طب ما هو لو انتي مش سايبة زيادة هتحتاسي. اهو كده سحبناهم مع بعض. بصوا رفع ازاي، هو رفع جدا. وتسحبيها منها كده. ممكن تسحبيها كده بالزرادية بتاعتك دي كده اهو كده. خلاص شفتوني سحبتها ازاي؟ عشان يعني معاكسة معايا سنة سحبتها كده. هروح واخدة الستوبر بتاعي. الستوبر بتاعك يعني حاولي يكون الستوبر كبير شوية. طبعا الستوبر اللي عندي انا هو كده رفيع مش هينفع، فانا هستعمل ستوبر اللون اللي هو الابيض، عشان الستوبر الابيض عندي او السيلفر اوسع شوية. بصوا هوريكم، بصوا الفرق في المقاس. فطبعا ده مش هيدخل فيه الخيط، فانا هحتاج ستوبر يكون واسع كده. لو انت عندك الجولد واسع كده تمام، ما عندكيش هو كده كده مش هيفرق. وانا على طول اقول لكم الستوبر ما بيفرقش، لانه هو مش هيبان كده كده جوه الكفر. المهم الكفر لازم يكون لونه جولد عشان هو اللي هيبان. هندخل الخيط بتاعنا كده اهو عادي. بصوا عشان واسع ندخل عادي كده اهو والسحب بكل سهولة اهو، وننزل الشغل بتاعنا لتحت. خلاص اهو. انا مش هسيب زيادة، يعني احنا في العادي احنا بنسيب زيادة قبل ما نقص في الواير. ده خيط مش هنسيب فيه زيادة، لان ده خيط طبيعي سلس معانا بيروح وبيجي بكل سهولة، مفهوش اي مشاكل، الخيط تمام. خلاص فانا هنزل بالستوبر كده والكفر لتحت، وهروح ضغطة جامد على الستوبر بتاعي عشان الخيط ما يخرجش منه اهو كده. خلاص نضغط جامد على الستوبر عشان مش عايزينه يخرج من الخيط. بعد كده هنقص الخيط بتاعنا الزيادة اللي فيه اهو كده، لسعناه عشان نحكمه زيادة ونروح قافلين الستوبر بتاعنا. خلاص كده الجزء الاولاني اللي بتاعي خلص. نعمل بقى الجزء التاني.
هنعمل ايه؟ هجيب الواير بتاعي كده بردك، قصينا منه قد ايه؟ 60 سنتي. خلاص. مقصناش طبعا كتير زي الخيط لسبب احنا الواير مش هيبقى فيه لسعات ومش هيبقى فيه حاجة، هي يا دوبك حتة صغننة اللي بنسيبها زيادة، مش هيبقى فيه اي لسعات. هنعمل ايه بقى؟ هجيب الواير بتاعي وهدخل في الحلقة دي زي ما عملت في الخيط بالظبط اهو كده، وهخليه نصين كده. خلاص، الطرف ده على الطرف ده، وهجيب الهيماتايت بردك بتاعي كده وهدخل بوحدة هيماتايت اهو، وهسحبها وتنزل تحت هنا في الحلقة بتاعتي. طبعا بصوا الحلقة بتاعت السلسلة اهي كده حكمناها بالهيماتايت كده، هنزقه كده. لو انت عندك حلقة، لو انت حابة تعملي الموديل ده بحلقة سلسلة اقل تمام، يعني دي بتاعتك، بس الصراحة ده المتوفر عندي انا دلوقتي. هجيب بقى كده الواير عندي اهو مجوز طبعا زي ما انتوا شايفين، وهاخد عليه الكفر على طول بكل سهولة، هدخله كله كده اهو. بصوا الواير طبعا بيسحب اهو، بيسحب مع دخلته جوه اهو، ما مشي معاه بالظبط كده. مش بخرج الكفر من الخيط، لا انا بخرجه على الواير اهو كده، بحيث ان انا بسهل على نفسي، مش هقعد امسك شوية شوية وادخلهم، مادام كده كده هاخده من الفرع فهعمل كده على طول اهو. بصوا هنعمل كده لحد بردك ما هياخد 20 سنتي، وهرجع اوريكم شكله النهائي اهو. الكفر بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين. هنعمل ايه بقى؟ هجيب الستوبر بردك والكفر ستوبر بتاعي، طبعا لسه الموديل بتاعي مخلصش لان زي ما بقول لكم هو دورين. تمام، هعمل كده وهدخل الكفر وبعد كده هدخل الستوبر بتاعي. خلاص دخلنا الستوبر بتاعنا اهو، هعمل كده اهو وهندخل الستوبر. انا استسهلت بردك وخدت الستوبر اللي هو اللون الابيض بتاعي كده عشان واسع، وادخله في الواير مجوز بكل سهولة، يعني موجعش قلبي فيه. في الشغل حاولي يعني على قد ما تقدري تسهلي على نفسك. طبعا الواير فيه حاجة، الواير مطاطي، فانا مش هسيب في الكفر اي زيادات، لان انا لو سبتي اي زيادة فيه هتلاقوا الخرزة اللي تحت دي كده بتتحرك، فانا هزق الخرزة بتاعتي دي كده خالص لتحت، ومش هسيب اي زيادات، عشان لو سبت زيادة زي ما بقولكوا هيبقى فيه تحت فراغ هنا، انا مش عايزة يبقى فيه فراغ. كمان في حاجة، الكفر طبيعي مطاطي، يعني مش اللي هيقطم معاكي زي الخرز، فاهمين؟ فمش لازم تسيبوا زيادة في الواير، هتيجوا على الاخر كده وتروحوا قصين، يعني هتروحوا جايين كده على الستوبر بتاعكوا ضاغطين كده قافلينه حلو. خلاص، بص كل ما هتزقه هتلاقيه بينزل عادي، يعني انتوا فاهمين قصدي ايه، هو مطاطي اهو. فما انا ما سبتش اي زيادة فيه، قصيت على يعني قفلت الستوبر على طول، نتأكد بس انه ما بيخرجش. تمام كده، حلو زي الفل، مظبوط، بيخرجش مننا. هقص بقى، هنقص بقى كده اهو. طبعا احنا بنبقى سايبين قد كده ملي ولا 2 ملي فوق الستوبر ونقص. خلاص، وطبعا ده اهو جوه الستوبر بتاعنا، جوه الكفر الدايره، الستوبر والواير الدايره جواه. بصوا اهو، بصوا ده اللي انا بكلمكم فيه، بيتني بكل سهوله. ليه؟ لان الرابر مطاط، فمش لازم تسيبوا فيه زيادات. خلاص كده اهو. هنعمل ايه بقى؟ هنسيب الجزء ده كده دلوقتي، ونجيب الواير بتاعنا تاني. هنعمل ايه بقى؟ وهو على البكرة عادي كده، يعني مش هنفكه من البكرة ولا حاجة، هو بس هنثبته كده في البكرة عشان نشتغل بكل سهولة. هنثبته في الفتحة بتاعة البكرة كده، ونعمل ايه بقى؟ هنجيب خرز التفسيرة بتاعنا كده وندخله كله كده في الواير اهو.
كده. هعمل قد ايه؟ 35 سنتي، تمام، او 37 سنتي، وهرجع اوريكم شكله بعد ما ايه ما خلصته. وعملنا الطول بتاعنا اللي احنا قلنا عليه 37 سنتي او 36. يعني انا بالنسبه لي مش فارق، لان انا التاني بالحلقه بالكفر بكده عمل معايا 45 سنتي، تمام. فانا هخليه 37 سنتي. هعمل ايه بقى؟ هجيب الكفر بتاعي كده الناحية دي، وهدخله كده، وهدخل الستوبر بتاعي كده اهو، وهروح قافلة الستوبر بتاعي، وهطلع الكفر وهقفل الناحية التانية بنفس الطريقة وهوريلكوا. هاجي التاني كده اهو، وهروح سايبة حتة كده قد مثلا 2 سنتي، وهروح قص الواير بتاعي وهقفله بردك بالكفر وبالستوبر زي الناحية التانية اهو كده. قفلت الناحية التانية زي ما قفلت. بعتذر على الحتة اللي فاتت عشان نسيت، بس المروحة شغالة والله. يعني الواحد فعلا الأوضة كأنك قاعدة في جهنم. ربنا يجرنا من حر جهنم يا رب جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. كده خلصنا الجزء ده. كده هنعمل ايه بقى؟ هروح جايبة كده الزرد بتاعي، نفتح الزرده كده، وهروح جايبة الجزء بتاعي ده كده ومدخلة فيه الزردة اهو، وجايبة الجزء اللي هو التاني ومدخلة فيه الزردة بردك اهو، وهجيب القفل اركبه اهو كده. القفل كده بيبقى فيه زي زردة الاستانلس، عايزة تشيليها شيليها، عايزة تسيبيها سيبيها، يعني هي مش هتفرق كتير. خلاص اهو تمام. وهاجي الناحية التانية بردك كده، ونحافظ على انه يبقى كده معايا، يعني ما يلفش. نحافظ ان هو يبقى منتظم كده، يعني مش يعني ده كده وده كده، مش مثلا ده رايح كده وده جاي كده، لا لازم يبقى مظبوط يعني في ايدك الشغل. وهجيب الناحية التانية الزردة كده، وافتح الزردة بردك، وهاخد الناحية دي كده اهو، والناحية التانية بردك في الكفر كده ندخل بالزردة بتاعتنا اهو. وهجيب سلسلة التطويل كده وكده، ونقفل الزردة بتاعتنا. خلاص تمام. اتأكد ان الزردة اتقفلت حلو دي على دي كده اهو. هنعمل ايه بقى؟ لسه طبعا مخلصناش. هجيب كده في النص كده اهو، في النص ده كده اهو، هظبط الشغل ده كده على الشغل ده كده، وهاجي في النص هنا كده، وهجيب زردة، نفتح الزردة بتاعتنا وندخل الشكل ده. وانا معلش انا نسيت في البداية اقول لكم ان في شكل زي ده، عشان كان في نفس يعني كان في مع الوضع واتلخبطت ما قلتوش. شكل زي كده نجم البحر ده بعليقة، وشكل وضع كده زي دي كده بعليقة. خلاص بعتذر يعني ان انا نسيت اقول في البداية. وهجيب الناحية التانية الحلقة كده، وهنعلقها في حلقة اللي هي السلسلة هنا كده. خلاص تمام. نشوف بقى شكله بعد ما خلص. اهو بقى كده بعد ما خلص حبايبي
طبعا الاطوال دي بتاعتك، انت تقدري تعملي اللي انت عايزاه في الاطوال. انت عايزة تعملي الدور ده مثلا 40، ده 50، ده 50، ده 60. الاطوال بتاعتك تمام. وبعتذر ان انا نسيت اقول على العلقتين دول، معلش في بداية الفيديو كانوا محطوطين وسط الورق واتلخبطت ونسيت اقول. تمام، معلش بعتذر لكم تاني مرة. واتمنى معلش ان الفيديو طول، لان الموديل ده بس بياخد صعب شوية. اتمنى ان الفيديو بتاعنا النهاردة يكون عجبكم، وما تنسوناش زي ما قلنا بلايك من ايديكم الحلوة. دلوقتي اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.